انهيار العمال الكردستاني باكيكا قنديل وحلفاء الشيعة، انهيار لقنديل. بعد حكم دام 61 عاما انهار نظام الأسد وانتهى في 8 كانون الأول عام 24. تاريخ الانتهاء هذا هام باعتباره نقطة تحول وتغيير لمصير عموم بلاد الشام كفلسطين ولبنان وسوريا وغيرها من المناطق، بل قد يمتد هذا التغيير ليلقي بظلاله على مصير كل من تركيا وإيران، المتمثلة هدفهما في إنقاذ أنظمتهما من دوامة الفوضى والاضطرابات وإخفاء أحلامهما المتمثلة بخيال الإمبراطوريات والسيادة التاريخية وراء تغيير نظام الأسد. ومن السابق لأوانه الحكم بما ربحته تركيا أو ما خسرته، فعندما تتضح المعالم والملامح السورية يمكننا آنذاك تحديد موقع تركيا من الأحداث. ولكن إن كان هناك شيء واضح فهو أن مشروع الهلال الشيعي الإيراني المزمع وفق نوايا إيران توسيعه وتحقيقه عام 11 تزامنا مع الربيع العربي تعرض لانتكاسات كبيرة وتلقى هزيمة مدوية، بل وضحت إيران بكل حلفائها وقواتها بالوكالة الصغيرة والكبيرة على مدى السنوات العشرين الماضية، ليس من أجل إمبراطوريتها فحسب بل فقط من أجل بقائها كدولة. توظيف فلسطين وغزة والتضحية بهما من قبل إيران، مقتل هنية في إيران وموقف إيران الهش والضعيف، وأسرار اغتيال نصر الله وحادث اغتيال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لابد من تفسيرها من زاوية الانهيار الإيراني المتواصل منذ العام الماضي. فهل يا ترى بعد إيران كل حلفائها ووكلائها لامتصاص غضب أعدائها وتقليله؟ فهذا غاية في الأهمية، إذ كان لإيران وكلاء بين الكرد أيضا وأكبرهم كان باكيكا. ومع الربيع العربي على وجه الخصوص أرادت إيران أن تجعل عموم الكرد جزءا وحلقة من مشروعها الكبير في الشرق الأوسط، ولا يمكن لأحد أن يخفي حقيقة أن باكيكا كان من وكلاء إيران في محور المقاومة والهلال الشيعي بمبررات باكيكا كان يمارس السياسة ويحقق انتصارات دبلوماسية. يمكننا بسهولة تأكيد هذين الأمرين: الأول انهيار نظام الأسد البعث، نهاية تحالف باكيكا مع الأسد الذي دام 40 عاما، وتدهور تواجد باكيكا في روجافا كردستان بفضل الأسد. الثاني فشل وانهيار مشروع الهلال الشيعي وفشل الاتفاق باكيكا مع الإيران الممتد طيلة 12 عاما. بات باكيكا درعا لحماية النظام الأسد من السقوط منذ 13 عاما، كما أن باكيكا هي القوة الأكثر شعوبا بخيبة أمل وإحباط كبيرين بسبب انهيار نظام الأسد وتدهور وانهيار مشروع الهلال الشيعي، لأنه المستفيد الأول من النظامين الإيراني والأسد منذ ثمانينيات القرن الماضي ولغاية اليوم. فمنذ عام 84 تحالف باكيكا مع النظام الأسد وتلقى كافة أنواع المساعدة والدعم من سوريا نظير إبعاد كرد روجافا كردستان عن الجماعات الكردية الراديكالية وتنظيمهم وخندقتهم ضد الإخوان المسلمين. لم يتحرك باكيكا قط ضد نظام عائلة الأسد في روجافا كردستان، وحتى النهاية كان صور وجلان وحافظ الأسد معلقة في منازل أنصار باكيكا، لأن باكيكا لم يرى في نظام الأسد نظاما محتلا واستعماريا. ولو أجريت انتخابات في سوريا قبل سيطرة هيئة تحرير الشام لكان الأسد فاز بأكبر عدد من الأصوات في مدن مثل قامشلو. فتح الربيع العربي آفاقا عظيمة للكرد وخصوصا كرد روجافا كردستان، وكان بالإمكان الإطاحة بنظام الأسد آنذاك، لكن باكيكا لم يدع ذلك يحدث وأصبح درعا لحماية النظام من السقوط، فبقي النظام على قدميه. وقد اعترف قادته كبهوز أردال، جميل بايك ومصطفى قرسو صراحة أنه إذا لم يسقط نظام الأسد لغاية اليوم فالفضل يعود لنا ودعمنا، بل حتى غيروا اسم روجافا كردستان إلى شمال شرق سوريا وطمسوا هويتها الكردية بسبب علاقاتهم الدافئة مع النظام. ففي آب 20 وقف جميل بايك ضد بيع النفط لشركات أمريكية في روجافا كردستان وقال: النظام السوري دولة شرعية ولا يمكن لأحد بيع نفطها دون موافقتها. واليوم يحاول باكيكا أن ينسي العالم كيف دافعوا عن نظام الأسد ولم يدعوه يسقط بتصريحات أيديولوجية مثل انهيار نظام الدولة القومية، وبالتزامن مع ما يسمى بثورة روجافا. وبعد 12 عاما من السؤدد والحكم كانت تماثيل حافظ الأسد تملأ قامشلو في ظل العلم السوري المرفرف عاليا. وبعد سقوط تماثيل الأسد وهدم ضريحه في اللاذقية ودمشق اللتان تعتبران قلاع النظام الحصينة أزيلت وهدمت تماثيل الأسد في قامشلو على غضب. انهار نظام الأسد وتداعى حلفاء الأسد أيضا وسقطوا كقطع الشطرنج، وانهارت الشراكة بين البعث الأسدي وباكيكا، كما انهارت أيضا سياسة باكيكا الداعمة للأسد والممتدة ل12 عاما وفشلت
بات باكيكا قوة منهزمة خلال التطورات الجارية اليوم على الساحة السورية وروجافا كردستان، كما لم يسجل أي انتصار في تطورات ومكتسبات روجافا كردستان. تحققت هذه الإنجازات نتيجة سياسات الدول الغربية، على وجه الخصوص الولايات المتحدة، ولولا وجود السياسة الأمريكية في المنطقة لكانت سياسة باكيكا قد أهدت عموم روجافا للأسد ووهبتها له. عرضت أمريكا تجريد مظلوم عبد وتهميشه، منع تسليم السيادة على آبار النفط لنظام الأسد، أبقت العشائر العربية في رفوف قوات سوريا الديمقراطية قست مقابل مبالغ طائلة. والآن يحاول باكيكا التستر على تحالفاته واتفاقياته الاستراتيجية السرية مع إيران من خلال التطورات المستجدة على ساحة روجافا كردستان، والتصوير نفسه على أنه عامل أساسي لهذا النصر والمكسب. لكن الحقيقة هي أن جبهة باكيكا انهارت ومنيت بالهزيمة، كما انهارت سياسة الحزب وأيديولوجيته، وانتهت صلاحيتهما في الرقة بتمزيق صور آبو في الشوارع. الجبهة السياسية للباردي كانت سليمة وعلى حق، وجبهة باكيكا سقيمة وعلى خطأ. لم يستسلم الرئيس بارزاني والديمقراطي الكردستاني لمشروع الهلال الشيعي الإيراني، وكان هذا هو الخط والخيار الصحيح والسليم. رأى الزعيم بارزاني أن انهيار نظام الأسد بمثابة انهيار قلعة استعمارية، وتصرف على هذا الأساس. ونتيجة لذلك تعرضت أربيل لقصف صاروخي من إيران وتهديدات الحشد الشعبي بالاحتلال. خلال الربيع العربي استخدمت إيران باكيكا كأداة ووسيلة للاستحواذ والاستيلاء على مكتسبات وإنجازات الكرد في إقليم كردستان واستسلام الباردي، وأصبح باكيكا في إقليم كردستان جزءا وحلقة رئيسية في الميليشيات المسلحة الإيرانية التابعة للحشد الشعبي. شكلت إيران تحالف الاتحاد الوطني باكيكا، وتمركز باكيكا كهيكل ميليشياوي تابع للحشد الشعبي في سليمانية وقرميان وشنغال، ووضع باكيكا أسلحة الحشد الشعبي في أيدي شباب شنغال ورايات ميليشياته على أكتافهم. ولكن النتيجة كانت انهيار نظام الأسد ودماره، تداعي الحشد الشعبي، أي انهيار سياسة باكيكا المتجسدة في الارتزاق لإيران في إقليم كردستان. كل هذا يقدم لنا واقعا جديدا تماما: سقوط دمشق، انهيار سياسة باكيكا الممتدة ل13 عاما من التحالفات مع إيران والأسد. انهيار سياسة التحالف مع إيران والأسد سقوط لدمشق، وانهيار لسياسة قنديل وفشلها. يجب رؤية انهيار وهزيمة باكيكا في الحقبة الجديدة أمامنا، وألا نسمح للحزب باستثمار إنجازات روجافا كردستان واستخدامها كورقة ضغط أو المتاجرة بها في بازاراتها السياسية. نعم، يجب الوقوف أمام هذه المخططات والمشاريع القذرة لباكيكا وإيقافها.